محمود ناجي قال لي شكله العام مستحوذ بس بلا خطوره وفاول فاول جامد قوي لعبته، وبرده فرج لعبته وضربه ركنيه بتعمل معروف الله، وضربه مرمى تروح الكوره لبركات يلمها شكري الله وتصويبه بركات وضربه حره مباشره الله، بس ما حدش دخل، طالع وائل وطالع سعد وعبد الظاهر الله، انما بالبوكس لابراهيم فرج ترد مره ثانيه، واوسو مستني كره طويله انما اوسو كان بيساعد ورا، هجمه مرتده على طول لرائد منسي واوسو فاضي، اوسو فاضي، يا راجل يا راجل يا راجل، وهدف قضاء وقدر. هدد واللاين زمان سايبه طبعا، فاول ضد عبد الظاهر اهو، فاول علني. وليد سليمان الله اهو، بص اللي واقف ده ما يغمزهاش خلفيه بدماغه، انما هو وليد سليمان لعبها في الزاويه الضيقه. ايه اللي حصل يعني؟ وادي تصويبه وضربه مرمى لغزل المحل. اذا واضح ان الشوط ده هيبقى فيه ضغط اهلاوي متتالي. ادي هنا الكره العكسيه رايحه فين، وممكن في القائم يا سلام يا سلام يا سلام، احمد شكري اهو تمام التمام، تتلعب الكره اعاده حسب طلب المعلق. عموما ضربه الراس احمد شكري حطها بدماغه، مرت عدت وبطن القائم احتضن. يا على الفرصه الكبيره، فرصه كبيره للنادي الاهلي. احمد شكري حطها بدماغه وكانه بيركنها. نادر جدا ما يخرج، نادر جدا. عارفين مين؟ حسام عاشور. نادر جدا ما يخرج، يعني نادرا. ادي محمود تريزيجيه، ادي اللمسه، ووليد سليمان يقف على كورته وتتلعب الكره لاحمد شديد. احمد شديد كره عكسيه عرضيه اهلاويه، واحمد شكري لم يسيطر، على كانش فيها تسلل، وبالتالي احمد عبد الظاهر حطها، وتمريره بينيه حريريه اهلاويه، ولكن ولكن يحضرها لشكري عايز ياخد الثانيه، جري بركان، ولكن هنا وليد سليمان والاختراق والتسديد، هوبا الله. بص شوف سليمان، تسديده حلوه قوي، ولكن تألق ممتاز وعمل للالتحام، وخلاص هو اللي بدأ يسيطر على كرة القدم. هنا بتتعاد الفرصة الخطيرة والتسديدة، يا ولد يا سليمان، والله عليك يا ابراهيم يا فرج، طار من تحت العارضة وشال. احمد عبد الظاهر اللاعب رقم 21 هو اللي هيخرج. نزول دومينيك دي سيلفا، يعني دايما طالعين اتنين. شوفوا الاول هنا حلو قوي، ممكن بره يتخلص من المراقبه وليد سليمان عن طريق المهاره. تتلعب الكوره وعايز يعدي ويفوت وتحركها وليد سليمان، هيروح لها عايز يعدي لعيب، يا ولد عدى وفات وانطلق وتقدم. هنا الزحف الارضيه، هوبا ممكن، ابدا تضيع فرصه الى الضربه الركنيه. يا على الفرصه اللي فاتت، خطيره جدا. شوفوا بقى التحرك، شوفوا المهاره اللي استخدمت من وليد سليمان، عدى بمهاره عاليه جدا، وقف علشان يبص قبل ما يمرر، وصلت الكره لشكري واتدحرجت الناحيه الثانيه. قد هنا ده عمرو جمال، احد شباب النادي الاهلي. عمرو جمال ده كان جاي من قنا او من نجا حمادي هذا اللاعب، وطلع احمد شكري اللاعب رقم 10 يقف على كورته تريزيجيه، تتحرك الكرة. شوف الكتلة البشرية العددية من لاعبي غزل المحلة، تشعر ان هي بتتحرك نحو الكرة، يعني كتلة بشرية للسماوي فاسمر. فلاعيبة النادي الاهلي مش قادرين ان هم يخترقوا يحركوا الكرة واحدة والتانية، لكن فين رايحة الكرة؟ هناك عند احمد شديد ومعاه اللاعب محمود ناجي. شديد يحركها من جديد ورا خالص للتريزيجيه، رايح طبعا عمرو جمال رايح اكيد في منطقه ال 18، بيلعب سترايكر صريح. ادي الكره العاليه وممكن، ولكن يا سلام يا ابراهيم، تمام التمام. وتكتل دفاعي من غزل المحله، وتريزيجيه بيجرب حظه، عاوز يعمل السلام. هدف الراجل، الحته دي بتاعته وليد سليمان يقول لتريزيجيه سيبها لي، ويحط وليد سليمان هدف مباغت. خبر وليد سليمان، وادي الدخول في العمق وفائده اللعب في العمق الدفاعي والكره الاماميه. واحد غزل المحله، واحد
يا النادي الاهلي ده مصري ده ولا ايه؟ ماندو مصري طبعا. سعد ماندو بيقول لي تيمومي تتلعب الكرة على طول عكسية وهدف. يا سلام الولا عمرو جمال. اوعوا من راكنني بقالكوا سنة. اوعى جدع، بقول لكم اللعيب اللي ياخد فرصته او ده خد فرصته. مانجا لعب 100 سنة لغاية دلوقتي، شكري لعب كتير، وادي الراجل دخل في توقيت حلو قوي عمرو جمال عشان يسطر لنفسه، يعني يهو بيحضنه محمد يوسف. ادي تغيير في محمد يوسف وعمرو يحط هدف في وقت قاتل. عمرو جمال في الدقيقة 44 من زمن الشوط الثاني يتقدم النادي الاهلي. بصوا ولد جميل دخل وراح وغمزها، جت 100 كرة من كده زي لشكري وعبد الظاهر وسيد حمدي. بصوا يا سلام. انا لو من محمد يوسف اجيب شكري واجيب عبد الظاهر واجيب سيد حمدي 50,000 كرة في الحتة دي طول الماتشات. بص الولد الصغير الولد موهبة وخد فرصته وبيعبر عن نفسه، وحاجة تحسب لمحمد يوسف اللي نزله. ولو دخل ده مؤذي على فكرة، لو دخل بدماغه كان جاب جون. بصوا يا ساتر، ده انت مؤذي، ده ولد مخضرم، ده ولد دقرم من نوع شديد قناوي قصير القامة، انما ايه ما تخافش عليه.